بالنسبه لو المشكله خلاص اوريدي بقت موجوده، حصل ضعف تام جدا في الطبله او في الاذن، وبالتالي انا خلاص محتاجه اركب سماعه. بص حضرتك، مفيش حاجه اسمها ضعف تام، وده بنتعرض له كل يوم، ان المريض او البيشنت يتصل بيكي يقول لك انا عندي نسبه ضعف 30% او 40% تمام. او 50%. هو حددها عن بناء على ايه؟ بيبقى مكتوب في الاوديوجرام نسبه مئويه كده في جدول تحت الاوديوجرام، فهم بيتوهموا ان النسبه المئويه دي هي دي نسبه ضعف السمع. ده موضوع خاطئ عند كل الناس. مستويات ضعف السمع ليها مستويات اللي هي مايلد، مودريت، سيفير، بروفاوند. طبعا احنا عندنا الغالبيه العظمى في مصر بيسيب نفسه خالص لحد ما يبقى الموضوع زي ما حضرتك قلت كده تفاقم وبقى خلاص، يعني يا اما سيفير يا اما بروفاوند. ايوه ويبتدي بعد كده يتوجه بقى للدكتور ويشوف ايه المشكله ونبتدي نعالجها. طب ما احنا لو حسينا ان في مشكله من الاول وتوجهنا للدكتور، هيبقى ممكن ببعض الادويه او بعض الحاجات الكيمستري البسيطه ابتدي اعالج الموضوع. يا اما تبقى مستويات ضعف السمع لسه في بدايتها ويناسبك، يبقى انا عندي كدكتور في مرونه اللي انا سماعات داخل الاذن، بدل ما ابقى مضطر ومجبر اللي انا مش هيناسبك الا سماعات خلف الاذن. يعني حضرتك عايز تقول ان السماعه اللي داخل الاذن دي بتبقى بالنسبه للاذن اللي مستوى الضعف فيها مستوى الضعف فيها لسه في بداياته، يعني بسيط او بسيط جدا، يعني لسه ما دخلناش بقى في السيفير وفي البروفاوند اللي هو الشديد والشديد جدا. برضك في لغط عند الناس والده سنه كبير جدا فيقول لك انا عايز سماعه من اللي هي مختفيه جوه الودن مش باينه. مش انا اللي بحدد، مستوى ضعف السمع عند البيشنت هو اللي بيحدد. تمام. كل ما مستوى الضعف زاد كل ما خلاص بقى عندي الخيارات اللي قدامي اقل. هو عايز سماعه بمواصفات معينه بقوه معينه، فهضطر الجا للسماعات الخلف، لان الداخل بيغطي مستويات ضعف سمع معينه ليها سقف محدد مش هينفع اتخطاه.